تفتكر ايه المشاكل اللي بتواجه البراعم في مصر؟ عدد اللاعبين بتفوق طاقة المدرب، وبالتالي بيحصل اهمال لعناصر مهمة في التمرين، وطبعا ده سببه العدد. هديك مثال، بنشوف هنا المدرب بيكون معاه عدد كبير، ممكن يكون لاعب من وسط اللعيبة عنده مشكلة مثلا في الباص، فطبعا المدرب مش هيوقف التمرين ويشتغل معاه هو لوحده على الباص ويديله وقته، وده لان في لعيب استيعابه سريع وفي لعيب استيعابه بطيء ومحتاج تكرار. من هنا بتبدا المشكله، بيفقد اللاعب عنصر اساسي من اساسيات كره القدم في مرحله هي اهم مرحله من مراحل التاسيس. تاني مشكله هي مشكله المنافسات. في اوروبا المدرب مش بيكون محطوط عليه بريشر، مش بيكون مطلوب منه انه ياخد البطوله، هو فقط مطلوب منه انه يطور ويأسس اللعيبه. عكس هنا في مصر، المدرب بيكون مطلوب منه انه ياخد البطوله، فبيبدا يعتمد على لعيبه معينه ويهمل لعيبه تانية في امس الحاجه للتطوير، بجانب ان اللاعب في المرحله دي بيتاثر من الشد العصبي للمدربين وزعيق اولياء الامور. في مشكله خطيره جدا، وهي اختيار المدرب المناسب للفئه السنيه. في اوروبا المدرب بيعدي على كورسات واختبارات تؤهله انه يتعامل مع السن الصغير، وده بيخليه مؤهل للتعامل مع البراعم. اعمل فولو وقول لنا في كومنت المشاكل اللي بتواجهوها مع البراعم، واستنى الفيديو الجاي.